في منطق يقولوا ماشي الناس دي مجانين، يعني صلاح جوده بيقول، محمود عماره بيقول، صبري الشبراوي بيقول، نادر نور الدين بيقول، وائل قدوره بيقول، ماشي هاتوا المجانين دولت يقولوا لنا ازاي نناقشهم في الجنان بتاعهم ده، هل الكلام ده ممكن ولا مش ممكن يا اساتذه؟ نقول لهم بقى الحلول ايه تاني. لما يكون عندي تكلفه طن الاسمنت 296 جنيه تكلفته بالورقه والقلم، وبيعه ب 800 جنيه للراجل المستثمر، للراجل المستهلك المصري، يبقى انا بكسب 250%. طب على مستوى دول العالم 35%، يبقى في حاجه غلط هنا. يا انا غلط يا الدوله عاوزه تدي فلوسي للناس الفاسدين. كلام واضح، يا الدوله فيهم واحد بيحمي الناس دي بيقبض منه. ايوه. يا هو الراجل اللي موجود ده اللي خايف ياخد القرار ده راجل في حاجه في دماغه، ما في يعني ضد، ما هو احنا بنقول 1 2 3 وجبت لحضرتك اكبر 5 دول راس ماليه. طب نشوف تجارب الدول الراس ماليه دي عملت ايه.